السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في موقع جملة إكسبرس وبيع المنتجات المصرية بالجملة. خلينا دلوقتي إحنا في الفيديو اللي فات لو كنت اتفرجت عليه ادخل اتفرج عليه هحطه لك فوق في الفيديوهات المقترحة. عملنا أكونت جديد للمصنع اللي هو شريك نجاح. فخلينا دلوقتي نجرب إزاي نقدر نضيف منتج المصنع ونشوف هيبقى ظاهر إزاي. احنا دخلنا على موقع جملة إكسبرس زي ما قال لك، وبعدين هنضغط على تسجيل الدخول أو على حسابي ونختار لوحة التحكم. ديت لوحة التحكم الأساسية بتاعت الأكونت على الموقع اللي موضح فيها البيانات اللي احنا عايزين نعرفها أو التفاصيل اللي احنا عايزين نعرفها. خلينا نذهب إلى لوحة التحكم البائع دلوقتي وبعدين نبقى نيجي ليه بعد كده. تمام. إضافة منتج جديد ممكن من طريق هنا، إضافة منتج جديد أهيت، وممكن ندخل على المنتجات وبعد كده نختار إضافة منتج. طبعا في إضافة منتج جديد حضرتك بتختار المنتجات الداتا أو تكتب الداتا اللي أنت عايز تضيفها. فخلينا نكتب مثلا هنا منتج تجاري. تمام. وبعدين نكتب ظاهري والسعر هنا نكتب السعر بتاع الجملة. طبعا احنا السعر الموضح هنا يكون سعر كرتونة ولنقل سعرها 450 جنيه. وبعد كده بنختار الفئات الحالية اللي موجودة في الموقع هي فئات المنتجات الغذائية والعناية بالبشرة والعناية الشخصية والمنظفات والمعطرات. نختار منظفات ونختار مسحيق غسيل من المنظفات ونضغط اوكي. تاجز او الكلمات الدلالية على المنتج بتاعنا خلينا نكتب على مثلا طبعا التاجز دي كلها احنا بنضيفها. سائل استحمام مثلا، نختار سائل تنظيف صفحات الأرضيات، ماشي، سائل غسيل الصحون والنقل. هي دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الوقت الحالي للمنتج الاختباري. بعد كده نضيف صورة أساسية للمنتج ونختار تحميل الصورة تحميل صورة الغلاف. بعدين رفع الملف نختار ولنقل هو ده المنتج اللي احنا هنضيفه دلوقتي. عايزين نضيف صورة تانية ليها نختار مثلا الصورة ديت كتست ليها عشان تكون موجودة في المعرض. بعدين نكتب الوصف المختصر بتاعنا. يفضل في كتابة الوصف إن إحنا نوضح إن السعر الموضح هو سعر الجملة الكميات عشان اللي داخل يكون عارف إن هو بيشتري كرتونة أو الجيركن ده 1 كيلو جرام. السعر المكتوب 450، 450 جنيه ده بتاع إيه عشان يبقى 1 كيلو جرام؟ يكون بتاع الجملة أو الكرتونة إذا كان فيها 6 إذا كان فيها 12 على حسب كل جملة وعلى حسب كل كرتونة. نبدأ نوضح الكلام ده جدا في موضوع الوصف. طيب هنكتب ايه في وصف قصير للمنتج ده؟ منتج اختباري لسه غسيل سخون. تمام. ولنقل مثلا آه، ده الوصف المختصر. لو في وصف تفصيلي للمنتج ممكن نضيفه، لو مفيش ممكن نضيفه نفس الكمية. وبعدين نأكد إنه متوفر في المخزون. تمام. وبعد كده نضغط على ملاحظات الشراء لو عايزين نكتب ملاحظات على حاجة معينة وبعدين نضغط حفظ المنتج. خلينا نرجع تاني تحت كده المنتج موجود اهوت هنا في انتظار المراجعة. فدلوقتي حالا مش هيبقى ظاهر معانا على الأكونت بتاع المصنع بتاعنا. تمام. ولكن احنا في إدارة الجملة إكسبريس هنراجع المنتج بتاعك ونراجع الداتا بتاعته اللي موجودة ونراجع الوصف اللي مكتوب وبعد كده نعمل على إظهار المنتج. دلوقتي المنتج في انتظار مراجعة الأدمن بتاع الموقع، فعملت له أنا مراجعة وعملت له ببلش. فخلينا نعمل ريفرش تاني للصفحة أهو. جه على الإنترنت. تعالى نبص على الصفحة بتاعتنا يبقى عامل ازاي والمنتج يبقى ظاهر فيها ازاي. هنا هنا المنتج بتاعنا اهوت، المنتج الاختباري اللي احنا كتبناه 450. المشاهدة السريعة يظهر المنتج الاختباري وده الوصف المختصر اللي احنا كتبناه من شوية وده القسم اللي احنا اخترناه والتاجز او الكلمات الإيضاحية اللي احنا اخترناها. تمام. كده المنتج
جاهز ان اي حد يقدر يشتريه. طيب انا مش باين عندي هنا الاضافه للسله، لان حضرتك صاحب المنتج، فخلينا ندخل على المنتج من خلال رابط تاني. ده شكل المنتج اهوت. تمام. منتج اختباري 450 جنيه، وادي الداتا بتاعته او الوصف المختصر اللي احنا كتبناه، وبعدين اضافه للسله او باي ناو. اضافه للسله طبعا انت ممكن تكتب لنا 50، ولكن انت بتتكلم 50 كرتونه، فنضغط اضافه للسله. ظهر هنا اهوت 50 في 450، ده سعر الكرتونه عامل 22500 جنيه. تمام. طيب دلوقتي دوت احنا اضفنا منتج وكتبنا الوصف بتاعه، لو في مراجعات هتبان هنا، لو في معلومات عن البائع هتبان هنا، ولو في المزيد من المنتجات. طبعا معلومات عن البائع يقدر يوصل فيها لاسم المصنع نفسه. تمام. وديت المنتجات المقاربة أو المشابهة في نفس الكاتيجوري بتاع المنتج بتاعه. دلوقتي احنا أضفنا المنتج على جملة إكسبريس، وعرفنا إزاي نضيفه وإزاي نضيف الكاتيجوري أو نضيف الصور بتاعته، وإزاي نعمل كل حاجة حاليا في المنتج البسيط. بعد كده إن شاء الله نبدأ نتطور ونبدأ نضيف الخصومات ونعمل نسب الخصومات على المنتجات بالبالك سيل. فخلينا نكمل الكلام ده إن شاء الله في فيديوهات جاية.